صباح الفل. النهاردة يوم خاص بالطبيعة وهنشوف الأماكن الخضراء اللي موجودة في كوبنهاجن. احنا في واحدة من أهم الحدائق هنا في كوبنهاجن وهي بوتانيكال جاردن. يلا بينا نتمشى ونشوف جمال الطبيعة ونشوف جمال الحديقة عامل ازاي. النهاردة في شوية هوا كده حلوين وأنا شكلي أخدت دور برد، بس الشمس ابتدت تطلع اهي وتدفي المدينة شوية. البط اللي في الدنمارك عايش سعيد جدا. في تفاصيل هنا في الحديقة اللي أنا شايفه إيه الجمال اللي هم عاملينه ده، يعني مهتمين بالتفاصيل كلها. كاتبين الأسماء بتاعة الشجر والزهور اللي موجودة هنا. أنا مركز جدا على التفاصيل اللي هم عاملينها. شلال كده صغير نازل من فوق عشان يدي مية للشجر والورد اللي موجود في الجاردن. أنا بفضل الأماكن الخضراء اللي زي دي، أماكن جميلة بترتاح فيها كده وبتغسل نفسك وبتغسل روحك. يعني أنا بحس نفسي في الأماكن اللي زي دي. وكمان عايز أقول لكم على حاجة، الدخول هنا فري. زي ما احنا شايفين كده في سلالم من هنا وسلالم من هنا، دي بتوديك على مكان ودي بتوديك على مكان تاني خالص. حاطين كراسي هنا عشان الناس اللي حابة ترتاح تتصور على أعلى تلة في الحديقة هنا. واحدة من أجمل المناظر هنا في الحديقة اللي هي أعلى تلة موجودة هنا، تطلع وتشوف الحديقة كلها حواليك. الأجواء هنا جميلة جدا. زي ما انتم شايفين ورايا ليك كبيرة، كوبري هنا قاسمها 2. الليك فيها بط بيلعب وسعيد. الحديقة هنا فيها جمال وطبيعة وخضار، حاجة رايقة كده وتخليك مرتاح نفسيا. يلا بينا نتمشى ونكتشف باقي الحديقة مع بعض عاملة ازاي، لأن النهاردة يوم خاص بالطبيعة. هنزور معظم الأماكن الخضراء اللي موجودة في كوبنهاجن. يلا بينا. الحديقة هنا فيها 13,000 نوع نبات و600 منهم من نباتات الدنمارك، وفيهم 1100 نوع من النباتات المعمرة. واتبنت الحديقة هنا 1870 على مساحة 10,000 هكتار. ده هم ما زالوا بيتوسعوا في الحديقة وبيعملوا أماكن جديدة. زي ما احنا شايفين كده كل دي أماكن جديدة هنا. جنب بوتانيكال جاردن هتلاقي هنا قصر الملك، وهتلاقي هنا حديقة الملك. قصر كبير جدا اتبنى 1606، ودي الحديقة بتاعت القصر مفتوحة للجميع، اللي هي تدخل وتتمشى وتلعب رياضة، وكل حاجة موجودة هنا جميلة وحلوة وخضار. مفيش بعد كده. طبيعة يا جماعة، الطبيعة هنا ملهاش حل. ناس بتيجي تتمشى هنا وبتلعب رياضة، وأطفال المدارس بتدخل بتزور القصر وبتزور الحديقة وبيتمشوا هنا. جيت الفندق عشان اغير الجو، بره هوا جدا، ودي من الحاجات الحلوة جدا هنا في الدنمارك. ميلك تشيك ما فيهاش سكر ولا فيها لاكتوز، ب3 يورو، عشان انا بطني بتوجعني وكده ومخلي بالي جدا في اكلي والحاجات اللي انا بشربها، فدي جدا مساعداني. فيها 24 جرام بروتين، والبروتين برضه كويس جدا بيورو. تقلت اهو عشان الجو النهارده برد شويه، لفينا وعملنا حاجات كتير، ولسه الساعه 1 الا تلت. الواحد بيصحى بدري وبينجز حاجات كتير. يلا بينا. رايحين نكمل باقي جولاتنا في مدينة كوبنهاجن. يلا بينا. المكان اللي جايين نزوره دلوقتي كاستريت، وقلت لكم النهارده طبيعة وبس.
الشمس طلعت شوية بس الجو لسه فيه هوا وفيه برد شوية، بس لازم نتمشى ونشوف الطبيعة وكل حاجة حلوة في كوبنهاجن. زي ما انتم شايفين مكان جميل، فيه طبيعة، فيه خضار، فيه بحيرة. ايه الجمال ده، لسه مخبيالنا حاجات كتير كوبنهاجن. في حاجات كتير المفروض نزورها في كوبنهاجن، بس للأسف في فصل الشتاء معظمها بيكون قافل، فاحنا بنشوف الحاجات اللي شغالة والحدائق اللي هي مفتوحة وبنزورها في الوقت الحالي. بس على العموم الدنمارك من أحلى الدول اللي أنا زرتها في حياتي. البط اللي في الدنمارك ده تحس اللي هو عايش حياته. الأجواء هنا طبيعية 100%، جميلة، يعني مناظر مفيش بعد كده الصراحة. اتفرجنا على المكان من جوه وشوفنا كل حاجة وشوفنا الطبيعة وقد ايه الأماكن في كوبنهاجن جميلة. يلا نتحرك نروح لمكان تاني عشان مفيش وقت. زي ما احنا شايفين كده اللي قدامنا ده مضيق أوريسوند. اسبريسو كده واحنا ماشيين على البحر 3 يورو. الجو هوا وتلج ومش قادر اتحرك، تلاقي حد بيجري. احنا حاليا عند اشهر تمثال هنا في كوبنهاجن اللي هو ذا ليتل ميراميد او تمثال حورية البحر.